خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروك أخوتي العزاز، رمضان مبارك سعيد على الأمة الإسلامية وجميع المسلمين عامة. خوتي العزاز، بغيت نهضر على واحد القضية اللي صراحة ضحكت عليها بزاف، واشمئزيت لهذا الوضع هذا اللي راه واقع ما بين جارتين يعني كتربطهم حدود وحدة، وكتربطهم منطقة واحدة وثقافة وحدة كتجمعهم، وحضارة ودين الإسلام وعروبة وكل شيء كيجمعهم، يعني لغة واحدة، دم واحد، نسوبية، ثقافة وحدة كتجمعهم، وحضارة وحدة. خوتي العزاز، جيراننا، حاشا الشعب، ما كنهضرش على الشعب، كنهضر على لي جينيرو، يعني مخلفات ديال فرنسا اللي باغيه هاد الشيء، باغيه هاد التفريقه ما بين دولتين وجارتين وجوج ديال الاخوه، المغرب والجزائر. لي جينيرو اللي ما كيشموش المغرب وما كيفوت لهمش منا اي حاجه، يعني اي حاجه خوتي فيها اسم المغرب ما كيحملوهاش، ما تجبدش قدامهم سمية المغرب في اي حاجه، يعني اي حاجه كينسبوها لهم، اي حاجه زينه للمغاربه كينسبوها للحضاره والثقافه الجزائريه بانهم هما مواليها. يا اخي العزيز، نطلبوا ربي غير الستر والصحه والسلامه. الله يسهل على كل واحد، الله يسهل علينا والله يسهل عليكم. احنا عندنا ثقافتنا وعندنا حضارتنا وعندنا مستقبلنا رحنا غاديين فيه، وانتوما الله يسهل عليكم كذلك نفس الشيء. احنا نتمنى لكم غير الخير. غير هي واحد القضية اللي لاحظتها، بقيت كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي البارح، ولاحظت ان الامام اللي راه طالع في التريند العالمي دابا، الامام وليد مهساس او يمكن مهساس هكا سميتو، اللي كان يصلي وطلعت ديك القطه فوق الكتف ديالو، يعني صرا هذيك الواقعه، وراه داير بوم كيما نقولوا باللغه العاميه ديالنا، راه داير بوم في الترند العالمي. الله يسهل على كل واحد. يعني هذاك امام على راسنا وعينينا، حامل الكتاب الله، احنا ما غاديش نسبوه ولا نقولوا فيه شي حاجه ماشي زينه، لانه هذاك خليفه ديال الله فوق ارضه كجميع الائمه في الدول العربيه وفي البلاد المسلمين. الله يسهل على كل واحد. هذاك كما نقولوا ناشر الاسلام وناشر العروبه، هذاك انسان ما عندنا ما غادي نقولوا فيه، ولكن راه ربي دارك خليفه فوق ارضه، خصك تصلح ما بين الاخوه، خصك تصلح ما بين جوج خوت اللي الله اكبر، خصك تصلح ما بين جوج خوت اللي كتجمعهم كل الظروف، يعني كل الظروف كتجمع الجزائر والمغرب، ماشي تنوض تهضر وتسب وتطيح من القيمه ديال واحد كما نقولوا واحد الرعيه ديال واحد البلاد. كما انت جاء لك ربي خليفه فوق ارضه لتنشر الاسلام وتصلي بالناس وتدعو للخير، حتى هو كذلك في المغرب، ملك المغرب ربي جعله خليفه فوق ارضه، حتى هو مسير امه وجاعل واحد النظام، والحمد لله. يعني انت لو كان يحطوك بلاصتو راك ما غاديش تسير حتى جوج عائلات، هو راه مسير امه باكملها، سياسيا، ثقافيا، رياضيا، جغرافيا، والحمد لله سهر على الامن ديال البلاد، واي حاجه كتخص الشعب المغربي او كتضره كينوض هو الاول يصلحها. احنا ما عندنا ما غادي نقولوا. غلاء الاسعار فعلا راه في جميع الدول العربيه وحتى الاوروبيه، لان هناك ازمه عالميه. احنا ما غاديش ندخلوا في هذا الشيء، نطلبوا ربي يصلح الامور، لان شحال من واحد يقول لك لا الملك خصو يهضر، خصو، هذه راه ازمه عالميه، والعالم كله
راه فيه غلاء الاسعار، والغاز ما كاينش، الفلاحه ناقصه. يعني نطلبوا ربي السترة، ونطلبوا ربي تصلح الامور. حنا راسنا ما كنبغيوش هادشي، ولكن ما نقولوش بان الملك داخل في هادشي، ولا هو راه داير ولا كدا، ولا نبقاو نسبوه، ولا راه طاغيه، ولا هذاك الشيء يعلم به غير الله. المغاربه، جل المغاربه كيشوفوا بان الملك صالح وانسان تقي، والحمد لله حنا وراءه، وعاش الملك. ولكن انت باش تنوض وتسب فيه وتقول كذا وهذه وديك الهضره، راها لا تجوز. وراجع امورك اخي الامام، وشكرا لك من هذا المنبر.